عمرك قبل كده صحيت من عز نومك فجأة وكنت واعي تماما بس مش قادر تتحرك، وكأن في حاجة مكتفاك، متجمد في مكانك، مش قادر تتكلم ومش عارف انت صاحي ولا بتحلم ولا ايه حكايتك بالظبط؟ شايف حاجات غريبة قدامك او سامع اصوات غريبة، ولكن حاسس بالشلل التام. ايوه بالظبط، هو الجاسوم. والجاسوم كلمة مشتقة من جسمة، يعني جلس على الصدر. وشلل النوم دي حالة غريبة جدا، بتحس انك صاحي بس مش قادر تحرك اي جزء من جسمك، واعي تماما بس مش قادر تقوم. فقدان النطق والاصابة بالشلل التام ما عدا العين هي اللي بتكون مفتوحة، وسماع اصوات مختلفة زي الطنين او الهمس. بتحس بهلوسة، انت سامع او شايف حاجات انت عارف ومتأكد ان هي مش موجودة. صعوبة في التنفس والخوف بسبب انك شايف الحاجة دي او الشخص ده وانت متأكد تماما ان هو مش موجود معاك. وفي ناس بتشوف اشباح وبتحس ان في حد قاعد على قلبها. وابن منظور بقى في كتابه لسان العرب قالك ان الجاسوم هو الكابوس اللي بيحس فيه الانسان بالانزعاج والضيق. الأطباء كمان قالوا إن الجاسوم بيحصل في مرحلة نوم حركة العين السريعة، لأن النوم عندنا متقسم لمراحل، ومرحلة حركة العين السريعة اللي بتسمى الرم هي المرحلة اللي بتحصل فيها الأحلام. وفي الوقت ده بقى بيكون نشاط الدماغ عالي جدا، وبيتقطع الاتصال بين الدماغ وبين عضلات الجسم كلها ما عدا العضلات المحيطة بالعين. ليه؟ لمنع الشخص من الاستجابة الحسية والجسدية للأحلام اللي بيحلم بيها. لأن حضرتك لو الاتصال بين الدماغ والعضلات ما اتقطعش في المرحلة دي، فانت لو حلمت انك انت بتجري في الغابة مثلا من كلب، هتصحى تلاقي نفسك عمال تجري في الشقة. ولو حلمت انك بتضرب حد، هتصحى تلاقي نفسك بترزع اللي نايم جنبك بالقلم. المهم بقى ان الجاسوم انك تصحى في نص مرحلة الرم دي، وفي الحالة دي الدماغ بيبقى عالي النشاط جدا ولكن العضلات قليلة الاستجابة. وده بقى اللي بيدي الانسان الاحساس بالشلل، ان هو مش قادر يقوم. طب ليه الشخص بيسمع او بيشوف حاجات غريبة في الوقت ده؟ الطبيبة النفسية سيلفي بارولا بتقول ان خلال فترة الجاسوم بيكون نفس الإنسان منتظم وعينه كمان مفتوحة، فبيحس إن هو صاحي، ولكن الحقيقة إنه بيكون في مرحلة بين الحلم والواقع. وده معناه إن الدماغ بيكون لسه في فترة الأحلام، الدماغ لسه بيحلم وبيجسد الحلم ده قدام عين الشخص. وده معناه إن الكوابيس اللي بيشوفها بتتجسد قدامه، وده اللي بيخليه يخاف ويترعب. العلماء قالوا إن في من 20 ل 30% من الناس حسوا بالجاسوم، وإن في شخص من كل 3 أشخاص تقريبا مر على الأقل بمرة واحدة بالجاسوم في حياته. طب هو إيه سبب الجاسوم ده أساساً؟ العلماء ما قدروش يحطوا سبب واضح للجاسوم، ولكن حطوا عوامل ممكن إنها تؤدي للجاسوم. ومن العوامل دي عدم النوم بانتظام بسبب أمراض نفسية تانية، أو العامل الوراثي، يعني شلل النوم ده ممكن يكون أساساً وراثة، التوتر والقلق والضغوطات النفسية، أخذ الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب، النظام الغذائي الغير صحي خاصة قبل النوم، الناس اللي بتضرب حلة محشي قبل ما بتنام، إن تكون وضعية النوم نفسها غير مريحة زي النوم على الظهر مثلا. والجاسوم موجود في جميع أنحاء العالم، في الشرق والغرب، والظاهرة دي موجودة من زمان جدا بأسماء مختلفة. وده اللي خلى كتير من الكتاب والرسامين والفنانين جسدوها في أعمالهم الفنية والروائية. والجاسوم مش مذكور بشكل صريح في نص قرآني أو حديث، ولكن في علماء وأطباء مسلمين متفقين على وجود الجاسوم. زي مثلا ابن سينا قال في كتابه الطبي القانون في الطب إن الجاسوم أو النيدلان زي ما سماه إن الكابوس مرض بيحس بيه الإنسان عند دخوله في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه فيعصره ويضيق نفسه فينقطع صوته وحركته ويكاد يختنق. وبعض العلماء شايفين ان ده تسلط الجن على الانسان، ولكن في علماء بينفوا الكلام ده تماما. والدكتور حسان شمسي باشا من الاطباء المسلمين قال في كتابه النوم والارق والاحلام ان احد اسباب الكوابيس المتكرره هو تسلط الارواح الشريره المؤذيه على الانسان. طب ايه هو علاج الجاسوم؟ مفيش علاج واضح لان مفيش سبب واضح للجاسوم، ولكن الاطباء قالوا ان في نصايح بتخفف من الظاهره دي، وهي تنظيم النوم، واننا ننام وقت كافي، وممارسه الرياضه، وما ناكلش اكل دسم قبل النوم، وتجنب النوم على الظهر، وتحريك عضلات العين اثناء النوبه عشان نسرع من انهائها. يعني لما يجي الجاسوم نحاول ان احنا نحرك عضلات العين بسرعه وكتير علشان نسرع من انهاء النوبه. الجاسوم مرض غامض، ولكن نصيحتي لأي حد بيتعرض ليه هو قراءة القرآن الكريم قبل النوم، والانتظام في قراءة الأذكار، والنوم على الجنب اليمين. وانتوا بقى اكتبولي في التعليقات، حسيتوا بالجاسوم قبل كده ولا لأ؟